يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، ازيكم يا احلى صحبة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. عايزة ارحب باخواتي اللي معايا في القناة، اهلا وسهلا بيكم كده. او لو اول مرة بتشوفيني اتمنى تنوريني وتفعلي الجرس علشان ان شاء الله كده يوصلك كل جديد وتبقي كده منوراني وتبقي اخت من اخواتي. تمام. حابة يعني ان انا كده اشكر الناس الجديدة، اهلا وسهلا بكم وشكرا جدا لمتابعتكم ليا. ربنا كده يسعد ايامكم كلكم، اللهم امين. ونبدأ كده يا بنات في الروتين بتاعنا النهاردة ونسمي كده الله ونشوف كده هنعمل ايه في يومنا الجميل ده. مبدئيا كده يا بنات، في البداية انا صحيت من بدري جدا ساعة الفجر كده، والحمد لله يعني صليت الفجر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا كده يعني ايه يثبتنا جميعا على بداية اليوم الجميل ده كده بصلاة الفجر. بعد كده قلت الأذكار بتاعتي، وكمان بقى ايه قلت بقى اشغل جنبي كده القرآن، وحبيت ان انا اشغل كده القرآن يبقى برضو ايه مراجعة وتثبيت. غير كمان ان الواحد بيبقى مسحول كده في ايام الدراسة اكتر، كمان غير كمان داخل علينا امتحانات وفي ضغط الفترة دي الدروس وكده، فربنا المعين يا رب ويعين كل واحد، اللهم امين ويعينكم. فقلت لا انا مش هبعد اكتر من كده، فحاولي انت برضو كده تشغلي القرآن جنبك وتشغلي كمان اللي انت حافظاه علشان تكوني بتراجعيه ويثبت اكتر. بس مش عايزين حاجة تلهينا كده عن القرآن، اهم حاجة وحاجة جميلة قوي تبقى معاكي كده في يومك، حاجة اساسية. تمام. بعد كده يا بنات انا كنت حاطة اللحاف ده كده، ده كده يعني لسه لي بس اللحاف بتاعه التاني وابقى كده اللهم لك الحمد خلصت كده البطاطين واللحافة اللي عايزة تتغسل. يعني هنا كده كان نشف شلته، وكان عندي شوية الكام مفرش دول كنت لماهم من بالليل وغسلاهم وسايباهم يتصفوا. ولما صحيت كده حطيت بقى المخدات زي ما شفتوا بتاعت أوضة النوم بتاعتي، حطيتهم في الشمس. حابة ان هم بصراحة المخدات تبقى فترة كده في الشمس حلوة، خصوصا ان الشمس يعني ما بتجيليش الا في الفترة بتاعت الصبح دي، وبتكملش يمكن ساعتين على بعض. فحبيتها كده يعني ايه في البداية ان انا اشمس كده الحاجة وافتح كده البلكونة وهوي كمان غرفة النوم بتاعتي. شوف الوقت هنعمل ايه، بصوا روتين ان شاء الله يعجبكم بامر الله. كنت هنا مطلعة شرايح اللحمة دي، انا هعملها شاورمة لحمة، فكنت مطلعاها قبلها من بالليل من الفريزر لغاية ما تفك كده معايا عشان اتبلها ان شاء الله الصبح. اول ما صحيت بقى قمت متبلاهم كده على طول. اول حاجه كده جبت بصلتين وبعد كده بشرتهم. وحابه ان انتي تاخدي البشر بتاع البصل، تمام. حابه ان انتي تاخدي الميه بتاعته، دي حاجه ترجع لك. فانا بصراحه استحرمت يعني ان انا ارميه وكده فحطيته، يعني ما فيش اي مشكله. بعد كده نزلت بالتوابل دي، عباره عن ايه رشه كده من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة، وكمان السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان بهارات لحمة، ومعلقتين من الزيت، ومعلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخل، وعصرة ليمونة كاملة. تمام. بس هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض، وبعد كده هنزل بشرايح اللحمة وهسيبها كده على جنب. وممكن كمان تضيفي علبة من الزبادي، تمام، بس انا ما كانتش متوفرة عندي يعني ما ضفتهاش. بعد كده بقى قلت اما اعمل بقى حاجة حلوة كده بحيث ان هي تاخد وقتها. طبعا دي كيكة اسفنجية، عارفين ان الكيكة الاسفنجية اول ما بتخرج بتبقى ناشفة كده فبتاخد وقت، فقلت برضو هعملها واسيبها على جنب لغاية ما تطرى. وطريقتها بسيطة جدا جدا، والمقادير كمان مفيش يعني اسهل من كده. تعالوا نشوف عملت ايه. جبت بولة وحطيت فيها 2 بيض وفانيليا، ونص كوباية من السكر وكوباية ونص من الدقيق، وطبعا ننخله. وبعد كده حطيت كوباية الا ربع من المية، مية سقعانة، معلقتين صغيرين محسن جل،
معلقة صغيرة بيكنج باودر، والمية والبيض والمحسن جل يا بنات لازم يكونوا سقعانين. وهضرب كل الكلام ده كده بالمضرب لغاية ما القوام يبقى معايا كده شكل الكريمي كده بالظبط. وهتجيبي بقى الصينية اللي حابة تعملي فيها الكيك والسمك اللي انت عايزاه. طبعا هي بتزيد عن المقدار اللي احنا عاملينه حاجة بسيطة خالص خالص. فالسمك بقى حسب ما تحب. حطيتها كده في البايركس ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معاكي ساعة الا ربع وتختبريها اهم حاجة علشان مش كل فرن زي التاني. وفي الاخر خالص هفتح الشواية حاجة بسيطة خالص تاخد لون بسيط جدا. وبعد لما تطلع من الفرن اسيبها كده ربع ساعة يعني تهدى كده، وبعد كده اغطيها واسيبها على جنب. وبعد كده هنكمل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد كده دخلت بقى على غرفة النوم. قلت بقى ايه، انا كنت قبلها مظبطة الأوضة وكنا عاملين مع بعض غرفة الأطفال وطلعنا بقى الهدوم الصيفي والكلام ده كله. فكنت كمان ظبطت الأوضة بتاعتي، يعني طلعت الهدوم الشتوي عينتها والصيفي كمان كده ظبطتها في الدولاب. قلت بقى بصراحة تاني يوم كده اقوم من بدري اخلص الأوضة واظبطها وانعنشها كده بمعنى اصح. فتحت بقى كده الشباك الأوضة وكان مليان بقى تراب زي ما انتوا شفتوا كده. جبت بقى الفرشة بتاعة الجاروف ونفضت الكلام ده كله. وجبت بقى يا بنات شوية مية حلوين كده بشوية من الأوكسي، وبدأت ان انا بقى رايح جاي كده لغاية ما خليته كده ايه بيبرق كده ونضيفه زي الفل. وشلت بعد كده بقى هويت السرير وكل حاجة شلتها بقى من مكانها علشان تتهوى كده، واغير كمان ملاية السرير. وبكنس كده بالمقشة علشان بصراحة كان نفسي يعني اشفط كده الشباك وكمان السجاد بالمكنسة، بس طبعا مش هينفع عشان احنا لسه بدري وكده. والخشب زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه بمسحه. طبعا قبلها كمان كنت كنست الارض، وبعد كده بمسح يا بنات الموبيليا، وبعد كده بمسح الارض اخر حاجة. بس كده شايفين. وبفرش بقى المفارش معايا والحاجة بقى اللي هحطها على التسريحة او الكومود بعد كده. شايفين مفيش يعني بصوا حاجة كده في منتهى الروقان كده والصبح كده مصلية يعني بصوا حاجة كده في جو مع نفسك يعني فاهمين. لسه بقى طاقتك موجودة، لسه ما خلصتش مع الأولاد. ربنا يخليهم يا رب ويهديهم اللهم أمين، ويهديلكم أولادكم ويرزق كل مشتاق اللهم أمين. فخلصت كده في بداية اليوم كده خلصت الأوضة واللهم لك الحمد ولك الشكر. فرشت كل حاجة زي ما انتوا شايفين، وبعتر كده الهدوم بعد ما كنت خلصتها. قلت يعني كده ايه احفزكم، واللي لسه ما ظبطتش الدولاب هتقوم تظبطه كده على طول. فبصراحة انا مبسوطة جدا بالانجاز ده. فعلا شغلانة البدرية منسية. بعد كده قلت اكافئ نفسي بقى كده. كان عندي في التلاجة شوية كده من الكركديه، حطيت عليهم يا بنات شوية من التلج استراحة محارب كده. وبعد كده اشوف بقى هعمل ايه. وبينا كده يا بنات على المطبخ هعمل بها ايه الكراميل اللي هحطه على الكيك. طبعا انتوا عرفتوا انا هعمل ايه كيكة القشطوطة. معايا كوباية وربع من السكر هسيبهم لغاية ما يتكرملوا، وبعد كده هنزل بكوباية عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه. واول ما يدوبوا كده معايا السكر طبعا هيتكتل، يعني السكر هيتكتل كده معاكي ما تقلقيش خالص، هيدوب مع اللبن. وهنضيف 3 أو 4 مكعبات من الزبدة. شايفين اللون عامل معايا ازاي وداب كده وبقى جميل خالص. اخر حاجة هضيف عليه ربع كوباية من اللبن معاهم معلقتين صغيرين من النشا، وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هضيفهم للكراميل هيربط كده معايا. حاجة بسيطة خالص، بس لما بنسيبه على جنب كمان بيتقل اكتر. تمام. بس هسيبه بقى على جنب لغاية ما يبرد، وبعد كده نبتدي بقى في الغدا يا بنات يا حلوين. ونيجي بعد كده نعمل احلى واسهل شاورما لحمة ممكن تعمليها. تتبيلتها كده خطيرة
الطريقة بتاعتها سهلة جدا زي ما اتفقنا مع بعض. بعد ما سيبناها في التتبيلة بتاعتها هاخدها بقى في معلقة كده من السمنة البلدي وهديها بقى تشويحة حلوة جدا جدا كده لغاية ما تستوي معاكي. لقيتي بقى شربت السوائل بتاعتها ما فيهاش حاجة خالص، ممكن تزودي نص كوباية من المية لغاية ما تستوي معاكي وتبقى معاكي كده طرية وخطيرة. وفي اخر حاجة كده كنت ضفت رشة الملح، كمان ضفت ليها شرايح كده من البصل جوليان وادت لهم تقليبة، وبعد كده ضفت مكعبات من الطماطم، وبعد كده حطيت رشة من البقدونس في الاخر خالص. ضغطت عليها بقى وبألف هنا وعافية. بعد كده خطيرة. تعالوا بعد كده بقى الكيك معايا بعد ما طلعت من الفرن وبردت تماما، وبعد كده شلت الطبقة اللي هي بتبقى خفيفة دي كده على وش الكيك. ضفت عليها بعد كده كوباية من اللبن وضيفة ليه معلقة من السكر ومقلباه، وبعد كده ضفته هسيبها بقى على جنب تتشرب اللبن كده. عايزه اقولك لو حابه تحطي كمان لبن دي حاجه ترجعلك، بس هتزودي هتحسيها عارفه هقولك على زي ايه، زي البسكوت كده لما بيبقى فيه زياده كده من اللبن لما بنسقيه في اللبن، فاهمين الطراوه دي؟ فانا بصراحه حبيته ولا يبقى تبقى مليانه لبن قوي قوي كده وتحسيها كده مفروله، ولا اللي هي بقى ايه ناشفه، فكانت معايا كده مظبوطه. طبعا حسب ما تحبي. وبعد ما الكراميل برد يا بنات جبت البودنج من جهينة اللي هو بطعم الكراميل، حطيت علبة كده على الكراميل وقلبته بقى معايا بالشكل ده. حابة الخطوة دي تمام، مش حابة زي ما تحبي برضه. بس كده وهسيبه بقى على جنب. وهعمل الكريمة معايا كوباية من اللبن المثلج وهضيف عليه 3 معالق كبار من السكر، دوبهم مع بعض في البداية، وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من الكريم شانتيه. بس كده هضربهم لغاية ما يبقى القوام معايا بالشكل ده كده. ويا سلام بقى لو الكريمة نوعها كويس قوي، ده بقى اللي بيعزز بقى الطعم اصلا بتاع الكيكة، هو واللبن اللي بتسقيه في الكيك. تمام. وطبعا الكراميل بيوديها، بصوا هو ميكس مع بعض حكاية حكاية حكاية. بعد كده دخلتها التلاجة بعد ما سويت الكريمة بالشكل ده. دخلها التلاجة بقى لغاية ما الكريمة تشد كده معايا وتسقع. بعد كده هنزل عليها بالكراميل وهسويه. وكنت اخده كمان معلقة كده من الكريمة بعد ما ضربتها في كيسة كده وبدأت اعمل بيها الخطوط دي. عايزة اقول لكم برضو انا بعمل بالشكل ده برضو علبة من البودنج الكراميل. تمام. وعملت برضو بين الخطوط بتاعة الكريمة بالشكل ده، وبدأت ان انا اعملها رايح جاي كده لغاية ما اخدت معايا الشكل الخطير البسيط خالص ده. بصوا الجمال بقى، مفيش احلى واجمل من كده. التزيين بتاعها جميل جدا والطعم خيال. وهدخلها بعد كده التلاجة. بصوا عايزة اقولكم كل ما بتقعد كل ما بتبقى خطيرة. يعني تاني يوم كانت لذيذة جدا. لو عايزة تعمليها اعمليها قبلها بيوم او من بدري كده زي بس هي بصراحة تاني يوم كانت احلى واطعم. تمام كده. بعد كده بقى هعمل بقى ايه الغدا. هعمله بالشكل ده كده وهقدمه مع حاجة ساقعة بقى والشاورما وشوية بطاطس قليتهم وشوية طحينة كده حلوين كده في السريع. وبس يا ست الكل، عملت بقى سندوتش كده شاورما بشوية بقى ايه طحينة. الله الله بقى بجد حلوة قوي. طريقة ان شاء الله اللي هيجربها تعجبه بأمر الله. سهلة ولذيذة وحلوة جدا جدا. بس كده. وعلى بالليل بقى طلعت بقى الكيكة بعد ما اخدت بقى اللبن واتطعمت كده من كل حاجة ضيفاها فيها وسقعت كده وحلوت. في السهرة بقى اعمل لهم بقى الكيك كده واقطعه بالشكل ده. بس حبيت كده ان انا اخد معاكم قطعة كده تشوفوها عاملة ازاي. وبصوا يا سلام يا سلام يا سلام، قطعة كده فنية حلوة كده. بصوا يعني هتدمنوها. لذيذة لذيذة لذيذة، بتدوب كده دوبان وانتي بتاخدي منها قطعة بقطعة كده.
خطيرة كده وترطب على القلب في الجو اللي احنا فيه ده. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو كده خفيف ولطيف عليكم، وكمان كده تنوروني بالاشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وتفعيل الجرس كده علشان ان شاء الله بإذن الله يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد او وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.